العباد. والناس بتقول ملناش غيره، بيهل علينا كده بخيره. والناس بتقول ملناش غيره، بيهل علينا كده بخيره. وكريم والله وكرامته أغلى، رزقه على الله نور زيادة. رمضان كريم فتح يعني 30 يوم فيه أنا وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده هعمل لكم لحمة، هنسلقوا لحمة. تعالى كده معايا يا محمد. هنسلقوا لحمة ونعملوا شوية بامية بالصلصة، ونعملوا شوية رز وملوخية خضراء. تعالى كده معايا يا محمد. بص أنا حاطة مية بتغلي على النار. هننزل اللحمة كده. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اهي. ماشي يا حبيبي. نحط مع اللحمه ايه؟ طماطمايه مقطعاها اربع، وبصلايه اهي. انا هشيل من الميه دي دلوقتي عشان الميه ياما. وهحط ايه؟ ثواني. ماشي يا حبايبي. هنحط حبهان فاتحه الحبهان، ورقتين ورق روله. حبهان افتحيه عشان خاطر يطلع النكهه اللي جواه في الشوربه حبيبتي. بصي حطي حبه فلفل اسمر مش ياما عشان هو مركز اهو. وهنغطيها ونسيبها ايه مع نفسها. هنا بقى هعمل ايه؟ جبت من الجزار حته دهنه. قلت له عايزه حته دهنه عشان انا هطبخ الباميه من غير لحمه. حته دهنه كده سيحتها اهو. وهحط حته سمنه اهي اهي. ماشي. احط عليها البصله اهي. واول البصله ما تخش في الصفار هوريها لكم عشان ما اطولش عليكم حبايبي. شويه بس. بصوا حبايبي الشوربه اهي عماله تاخد وتدي اهي. اما تعوز ميه حط لها ميه بتغلي من. بصي ميه بتغلي عشان اللحمه ما ترجعش تضمر منك تاني. ادي البصله اهي يا حبيبتي. هنحط عليها ايه؟ طماطم. بسم الله بسم الله. نخلي دول للملوخيه عشان هنعملوا شويه ملوخيه. هتحطي ايه؟ معلقه صلصه عشان الطماطم شكلها مش حبايبي. زي ما عودتكم الصلصه انا بحط لها معلقه سكر بتاعت شاي عشان الحموضه، تعدل الحموضه بتاعت الطماطم، عشان لو كلتي فيه بيها في اي وقت بالليل اي وقت. ماشي يا حبيبتي. نسيبوها بقى تتسبك. تتسبك كده مع نفسها. وادي اللحمه اهي. انا جايبه كيلو ملوخيه امبارح. عمكم السيد جاب لي كيلو ملوخيه، قطفته وغسلته ونشفته. وانا بخرطها هوريكم انا بخرطها في كيس لباني. هوريكم انتوا تخرطوها ازاي عشان ما تلحوسوش الدنيا. تتسبك الطماطم ونحط الباميه فيها حبايبي ونرجعوا مع بعض تاني. بصوا حبايبي الباميه دي انا كنت مجففاها قبل ما افتح القناه. بصوا شكلها اخضر ازاي اهي. اشطفيها قبل ما تحطيها في الصلصه عشان لو حطيتيها في الصلصه بالتلج بتاعها كرفه من التلاجة. وحاطه قرنين فلفل خضر اهو معاه. بصوا فصين توم مدقوقين اهو. ماشي. سيبوها بقى لما تستوى نحط لها ايه؟ واحده مرقه عشان هي ما فيهاش لحم اهي. سيبوها كده تستوى. وبعد كده ايه؟ بصوا اللحمه عماله تستوي. بصوا بقى الملوخيه الخضراء جبتها قطفتها، وبعد ما قطفتها غسلتها غسله حلوه وسبتها تنشف. وبعد كده حطيتها في كيس لباني
بصوا بقى انا بعمل الملوخيه بتاعتي كده. بصوا يا حبايبي، هتحطي فوطه تطبقيها 4 على 4 اهي. بصوا الكيس اللباني اهو، ولا هتلحوسي المخرطه ولا هتلحوسي. وهاتي يا بت السكينه وهاتي يا بت المعلقه اما اشيل اللي على المخرطه. بصوا المخرطه، بصوا الكيس، بصوا الملوخيه اهي. اتقطع منك الكيس حطي جنبك كيس لباني تاني وحطيه وهكذا. بصوا انا طريقتي كده في الملوخيه، ما بخرطهاش الا كده في كيس لباني وبتنعم وبتبقى جميله اهي. ماشي يا حبيبتي، تقدري تجيبيها شمال وتجيبيها يمين اهي. الكيس اهو زي ما هو ما تقطعش، والمخرطه اهي اهي. تعملي كده كده. اما اجي اعملها هوريها لك يا حبيبتي. وادي اللحمه عندنا بتتسلق والباميه اهي. وانتوا طبعا عارفين الرز بيتعمل ازاي. هفلفل حبه رز واوريكم واوريكم الفطار بتاعنا، بس بعد الباميه ما تستوى هوريكم الاكل بتاعنا. ادي الباميه اهي يا حبايبي. بصوا الباميه شكلها عامل ازاي. بصوا الباميه لما نزلت الصلصه زي ما تكوني لسه شارياها خضره دلوقتي اهي اهي. ماشي حبايبي، وانا جايه بعمل الملوخيه هوريها لكم بعملها ازاي يا حبايبي. والرز انتوا عارفين الرز بيتفلفل ازاي. ادي الباميه وادي اللحمه. ماشي حبايبي، اخلص. بصي حبيبتي احنا بنحمر اللحمه عشان تفضل طريه معاكي، وهي في السمنه كده بتتحمر حطي لها حبه شوربه وغطيها. هنا بقى هنعمل حبه ملوخيه خضراء. حطيت طماطم على نص معلقه توم على حبه كزبره ناشفه اهي. ماشي حبيبتي اهي. بصي الملوخيه اللي انا خرطتها في الكيس بتاع اللباني اهو. هنعمل ايه؟ هنحط عليها شعرة كربونات صغيرة كده عشان تخضرها وتعمل لها عرق. ماشي. وهنا هنعمل واحدة واحدة معايا كده التومة بتاعت هتغلي الشوربة وهرجع لكم. يلا بصوا يا حبايبي، هنحط الملوخية هنا اهي اللي انا خرجتها في الكيس اللباني اهي. بصوا خضرة حلوة ازاي. حاطة العين التانية عليها التومة بتاعت الملوخية وايدك فيها كده. اوعي تطلع خفيفة منك، ايدك ميزان وعينك ميزان اهو. بصوا خضرة برسيم ازاي. وحاطة على العين التانية التقلية بتاعت الملوخية. داخلة في التحمير هنحط ايه حبة كزبرة ناشفة عشان خاطر طعم. اوعي تحطي لها الكزبرة الناشفة وهي لسه بتتحمر هتمرر منك وهي داخلة كده على الصفار. واحدة واحدة كده معايا يا حبايبي. معلش بقى كل سنة وانتم طيبين. الكركبة بتاعت المطبخ روحتوني شامين الريحة. كده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل تومة بالخل للفت. ماشي يا حبايبي، عشان ما اكترش عليكم وانا بعمل التومة بالخل هوريها لكم عشان بس ما اكترش عليكم، عشان الباقة بتاعتكم ابني بيقول لي باقة الناس هتخلص. اهو يا حبايبي توم بالخل عشان هنعمل طبق فتة. بصوا يا حبايبي التومة احمرت اهي. هنحط شوية خل. دي بتاعت الفتة مكان تحمير اللحمة،
مكان تحمير اللحمه حطيت الثوم، حطيت حته سمنه عشان لقيت المكان بتاع اللحمه قلت حرام اهو. اهو يا حبايبي ماشي. والملوخيه اهي خلاص. هنحضر غداء فطارنا بقى ونوريه لكم حبايبي وانا بحضره. بصوا حبايبي دي الفته، حطيت عيش عليه شوربه عليه رز، وده توم بالخل. بصوا حبايبي نوريكم الباميه. الباميه يا حبايبي على فكره الباميه دي لو مش عايزه تعمليها بالدهنه تعمليها بالسمنه عادي عادي حبيبتي، عشان في ناس ما بتحبش تاكلها بس بالدهنه. ماشي حبايبي. وادي فطارنا النهارده، وعيش ناشف اهو للملوخيه اهو، انا محمصاه هنا في البيت اهو، عيش ناشف محمصاه للملوخيه. بصوا حبايبي ده عرقسوس، ابقى اقول لكم بيتعمل ازاي. عرقسوس اهو عملته اهو اهو حبايبي. اهو حبايبي بالرغاوي تحت اهو زي بتاع الراجل اهو. ونقحت بلحتين عشان نشق صيامنا بيهم. واللحمه دي حمرتها ورشيت عليها ملح وفلفل اسمر. وده فطارنا النهارده يا حبايبي. بشكر اي حد قال لي كلمه حلوه، بس ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك. انا هوقف القناه، انا هوقف القناه خلاص لان الاشتراك مش مرفوع، الاشتراك واقف يا حبايبي. وانا بشكركم على الكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.